مساء الخير يا شباب، ايه الاخبار؟ سامعيني كويس؟ احنا هنبدا حالا اهو في ميعادنا 8. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب، حلو قوي. في الاول انا برحب بكل الحضور معانا، الحمد لله معانا عدد كبير، وان شاء الله المحاضره تكون مفيده. احنا مختارين موضوع محدد جدا، ودكتور اسماء هتتكلم في الموضوع ده تحديدا، اللي هي ادوات الاي اي اللي في اي برنامج، ازاي نستفيد منها. فهنركز في النقطه دي، لان طبعا كلنا عارفين ان الذكاء الاصطناعي استخداماته كتير، ومونتاج الفيديوهات وصناعه الريلز فيها تفاصيل كتير. فاحنا هنختار الجزئيه دي تحديدا عشان خاطر يبقى فيه توبيك معين ونركز فيه. انا بس في الاول عايزه اعرفكم، لو معانا جروب اول مره يدخل، انا مش عارفه يعني لو في حد معانا من الناس اللي بيحضروا على طول المحاضرات المجانيه يقول لنا كده، وبرضو الناس الجديده اهلا بيها. انا جيلان محمد، بقدم محتوى في مجال الديجيتال ماركتنج على تقريبا كل البلاتفورم الخاصه بالسوشيال ميديا، بالتعاون بقى في مجال الفيديو اديتنج مع دكتور اسماء النشار. بتبقى معانا دايما في السيشنز وفي الكورس الخاص بمونتاج الفيديوهات وصناعه الريلز. بيبقى دايما عندنا كل شهر تقريبا سيشن فور فري بنتكلم فيه عن حاجه معينه في الديجيتال ماركتنج او الفيديو اديتنج باستمرار يعني. وهتلاقوا الحاجات دي كلها متاحه على الاكونت، سواء صفحه فيسبوك او انستجرام او على قناه اليوتيوب. وزي ما شفنا على الجروب، جالي فيدباك امبارح حلو جدا بصراحه، وفرحت بيه قوي من كذا حد قالوا لي احنا عارفين القناه، احنا بدانا نتابعها. فاتمنى الناس الجديده تبدا تتابع، وهكون منتظره رايها جدا. ومش عايز اطول عليكم عشان تستفادوا من المحاضره. وفي الاخر برضو هعلن على حاجه بخصوص الديجيتال ماركتنج، فانتظروا ليه النهايه. هنعلن عن حاجه بخصوص تعلم الديجيتال ماركتنج لو حد مهتم. ونبدا مع دكتور اسماء بقى عشان ما اخدش من وقتكم. تمام، خلاص، اهلا بيكم كلكم. تمام. دكتور اسماء معانا. افتح الصوت شغال معاكي او حاجه؟ استني كده اشوف قولي لي، هو في حاجه في المايك عندك؟ اكتبي لي او حاجه. ما انا مش لاقيه. ما انا عارفه بس. جربي تفتحي كده. طب معلش يا دكتور اسماء، انا مدياكي نوت. تمام انا ايوه. انا مدياكي السلام نوت. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خلاص، تمام كده. تمام كده، ايوه معلش خلاص. عشان انا بدخل بجهازين فبيحصل شويه لخبطه. ولا يهم. آه السلام عليكم، ازيكم يا شباب. هو الصوت راح، انتوا الصوت راح من عندي انا بس ولا؟ سلام. انت كده سامعيني؟ انا افتكرت انا عملت حاجه. انت معانا؟ تمام، لا تمام، طيب لا مش ماشي، عارفه يلا. هو اتعمل ميوت بس مش انا اللي عملته برضو على فكره. ما تقريبا انا طيب. دوست على حاجه، انا بقول لك، انا بعترف. تقريبا انا اللي دوست على حاجه. ماشي، يلا. طيب. نرجع تاني، انا بقول انا هعرفكم بس تعريف بنفسي عشان لو معانا ناس لسه اول مرة تعرف انا مين. فانا دكتورة اسماء النشار. انا كونتنت كرييتور، فيديو اديتور، و فويس اوفر. طيب. اشتغلت الحمد لله مع أستاذة جيلان، بقالنا مع بعض فترة كويسة الحمد لله. وده اللي شجعنا ان احنا نتعاون اكتر في ان احنا ندي محتوى بقى ونبتدي نتكلم الناس عن ازاي تستفيد من الفيديو في شغلها، وازاي هي كمان تقدر تقدم محتوى فيديو. محاضرة النهاردة احنا اخترنا توبيك كده حلو ولذيذ عشان خاطر اللي أول مرة يحضر معانا. احنا المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم دايما عن ازاي تدخل المجال، ازاي تقدر تشتغل في الفيديو اديتنج، او ازاي تتعامل مع برامج متعددة وكده، وازاي تحط خطوات كده وستبس كده، وعملنا زي رود ماب او خريطة طريق كده للناس اللي هي حابة انها تبدأ.
المرة دي حبينا ان احنا نخش في حتة سبيسيفيك شوية او حتة محددة يعني، ونكلم الناس عن لو هي بقى حابة انها تبدأ او تشتغل، ازاي تقدر تستفاد من ال AI في ان هي تعمل حاجات حتى لو بأبسط الامكانيات. آه، انا هبتدي دلوقتي اشير معاكم اشير معاكم البرزنتيشن. احنا دايما شغلنا عملي، فالبرزنتيشن دي هتلاقيها حاجة كده سيمبل جدا بسيطة، انا بقى كل شغلي تطبيق، سواء في المحاضرة دي او في شغلنا في الكورسات، في كل حاجة احنا كله تطبيق. يعني البرزنتيشن دي بتبقى مش اكتر من انها حاجة توضيحية كده بس عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. فاحنا عندنا دلوقتي ال AI زي ما أستاذة جيلان قالت إن ال AI ده دلوقتي موجود في كل حاجة. جوين أوديو تاني. لا لا، ده اوكي، احنا بننقل. مش ليا. بصي، اوكي ما ماشي تشغليش معلش. بالك بالشات، انا هبقى معاهم على الشات. ماشي، خليكي مش طب في الشات تمام انتي، تمام. وانا اوكي، معاهم انا على افتكرت الشات. ان انا الصوت قفل تاني ولا حاجة. لا، طيب فما تشغليش بالك بالشات خالص يا جماعه، وهنخلي اي استفسار في الاخر، ما حدش قطع دكتور اسماء خالص علشان توصل كل المعلومات اللي عندها، والاستفسارات هي هترد عليها وتشوفها في الاخر خالص. فلو في اي رساله بخصوص اي مشكله في الميتنج انا بظبطها، وهي هتخليها في الشرح والاستفسار في الاخر. تمام. طيب احنا كنا بنقول ان احنا ال AI له استخدامات كتير جدا، ودلوقتي يعني كل الناس بتتكلم فيه يعني. وزي ما أستاذة جيلان قالت الموضوع ده، وقالت إن إحنا عندنا استخدامات كتير قوي، فإحنا عايزين نعرف أنا ممكن أستفاد منه إزاي بقى في صناعة الفيديو. إزاي أقدر أستفيد من الثورة دي في إنها تسهل عليا الموضوع. فأنا نسيب الخطوات دي الأول. طيب هنخش. أنا الأول أنا عندي هنا خطوات دي اللي أنا الحاجات اللي إحنا هنطبقها عملي بنفسنا. لكن أنا هخش هنا في استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال الفيديو، ده موضوعنا. انا عندي ال AI دلوقتي داخل في برامج المونتاج نفسها. يعني البرامج اللي انا بشتغل عليها في الكورسات واللي انا اخترتها هي برامج سيمبل وسهلة، يعني سهل ان انت تتعلم عليها. كمان فيها ادوات AI كتير بتسهل الشغل، ما بتخليكش كل حاجة تشتغلها بإيدك خطوة بخطوة وتاخد فيها وقت طويل. فبالتالي سهل على حد مبتدئ لسه ما عندوش أصلا خبرة إن هو يبدأ فيها. ولو وزمايلكوا اللي في الراوندات السابقة، الناس اللي كانت معايا قدروا من أول محاضرة يطلعوا منتج. طيب ده كده جزء اللي هو انا عندي ادوات موجوده جوه البرامج نفسها. زي ايه البرامج اللي موجود فيها ادوات الاي اي دي؟ زي انا البرنامج زي كاب كات وفيلمورا. البرنامجين دول احنا بنشتغل عليهم اصلا في شغلنا وفي كورساتنا وكده. ليه؟ لان هم برامج سهله وخفيفه وسهله التعلم. يعني في خلال كل محاضره او محاضرتين بتكون قدرت ان انت تطلع شغل. تاني حاجة إن هم فيهم أدوات AI بتسهل الشغل. يعني إيه أدوات AI بتسهل الشغل؟ اختصار الذكاء الاصطناعي. تمام، عشان لو في حد متلخبط شوية من كلمة AI. أيوة، AI هو الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي دي بتبقى جزء مدمج جوه البرنامج نفسه، بيخليني مثلا أقدر أشيل حاجات بسرعة، أقدر أقطع أو أعمل حاجات سريعا. ده مش هندخل فيه المرة دي لأن ده بيتطلب منك أصلا إن احنا نقعد نشرح أصلا في البرنامج نفسه، لأن ده بيبقى أساسا أنا بشرح الأول البرنامج وبعدين أبتدي أدخل في الإيه، في الأدوات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة جواه واللي بتسرع من عملية المونتاج. تاني حاجة من أدوات من الحاجات اللي أنا بقدر أستخدمها في الذكاء الاصطناعي واللي بتساعدني في الفيديو هي توليد الصور. هتقولي إيه ده توليد الصور؟ أقول لك طبعا. ما هو أنا توليد الصور ده في ناس شغالة فيه لوحده كده، بس أنا جزء توليد الصور ده أنا بحتاجه. أنا طول ما أنا شغالة، سواء أنا بعمل مونتاج أو بعمل فيديو من الصفر، أنا بحتاج صور أدخلها في الفيديو بتاعي.
فبيسهل عليا ان انا بدل ما كنت ممكن اقعد بالساعات ادور على ستوك ايمج او صور جاهزة من اللي موجودة على المواقع كده وبتاع، وان انا اخش واقعد ادور وممكن اقعد كتير جدا ومش لاقي الحاجة اللي انا محتاجها. مش الفكرة اللي في دماغي، انا في دماغي شكل محدد، حاجة معينة عايزة أطلعها، سواء صورة أو جرافيك، أي حاجة من الحاجات العناصر اللي أنا بحب أدخلها في الفيديو بتاعي، فأنا ممكن أقدر أولدها. تالي حاجة، أنا عارفة ده كلام نظري لسه في الأول، إحنا لسه بس بناخد التوبكس كده وبعدين هوريكم إزاي بقى هنعمل الكلام ده. تالت حاجة إن أنا دلوقتي بقى فيه أقدر أعمل مؤثرات صوتية. يعني إيه مؤثرات صوتية أصلا لو حد ما عندوش فكرة خالص أصلا؟ هي الأصوات اللي أنت بتسمعها أثناء الفيديو. لو وانت بتتفرج على فيديو كده، وخصوصا الفيديوهات الريلز او كده والحاجات السريعة، فتلاقيه دايما مع حاجة بتحصل تلاقي حاجة بتعمل كليك، حاجة بتعمل بوم، حاجة بتعمل، يعني الأصوات اللي انت بتسمعها، أصوات الكليكينج وأصوات النوتيفيكيشنز، أصوات، كل الأصوات اللي انت بتسمعها وانت أثناء الفيديو دي اسمها مؤثرات صوتية أو ساوند افكتس. وعندي كمان حاجة اسمها الباك جراوند ميوزك. يعني ايه؟ لو انا بشتغل على فيديو والفيديو ده انا هحط له موسيقى في الخلفية بتاعته. برضو في ممكن نولد باك جراوند ميوزك، بس دي انا بعملها من خلال البرنامج المونتاج نفسه. لكن انا المؤثرات الصوتية انا في برضو برنامج لوحده او موقع، يعني مش برنامج، بيعمل المؤثرات الصوتية دي. ولطيف جدا ان انت لو في مؤثر صوتي في دماغك وبرضو تعبت كتير، ما انتش قادر عمال تدور عليه وتعبت مش لاقيه، فانا ممكن اعمله وانشئه بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. رابع استخدام عندي وهو ان انا اعمل الستوري بورد. يعني ايه ستوري بورد؟ الستوري بورد دي بيستخدمها ناس كتير يعني، بس من ضمنها برضو سواء وانا بعمل مونتاج او لو انا بالذات بعمل بقى مش مونتاج، لو انا بعمل الفيديو كرييشن. انا دلوقتي الفيديو ده، لا اما انا عندي فيديو متصور اصلا، يعني انا في حد صور فيديو او انا صورت فيديو وهعمل له مونتاج، ده كده ده مونتاج او فيديو اديتنج. او انا ما عنديش فيديو، انا بقى هنتج انا الفيديو، انا اللي هعمله بقى في اكتر من طريقة لان انا اعمل فيديو وانا ما عنديش اصلا فيديو متصور. فلو انا بقى بعمل الفيديو ده، انا هحتاج اصلا لتسلسل، حاجة يعني تديني تسلسل للافكار دي. يعني معلش يا شباب، في حد بيشخبط على البرزنتيشن بيشخبط على الشاشة، يعني اه انا زيك، الحركه دي بتشتت تركيزي جدا. بحتاج اعمل حاجة اسمها ستوري بورد. ايه اهمية الستوري بورد دي؟ طب في برضو حد فتح المايك، معلش هو بعد انا بقول لحضرتك اذنكم ممكن عشان حضرتك تقفلي الانونسمنت عشان تشخبطي. هي تمام ممكن ماشي. لو تمام قفلتيها يا أستاذ شيماء. ماشي طيب ماشي، كملوا وانا هظبط. خلاص ماشي. طيب الستوري بورد دي بتساعدني ازاي؟ بتساعدني ان انا ابقى عندي تصور اصلا للفيديو ده هيمشي ازاي. بما ان انا الستوري بورد ده غالبا بيستخدموه الناس اللي يعني مثلا اللي بيعملوا اعلانات وبيصور وينزل ويعمل كاست وبيعمل مش عارف ايه والكلام ده، بيعمل الاول ستوري بورد، بيجي كده يرسموا ويقعدوا يقولوا احنا هنعمل كده وفلان هيقول كذا ودي هتدخل كده. بس ده احنا ده الموضوع الكبير مش بتاعنا. انما احنا بنستخدمه ازاي؟ والله انا عندي فكرة فيديو عايز اعمله، فانا عايز، طب انا هعمله ازاي؟ يعني همشيها ازاي؟ ايه اللي هيجي الاول؟ الحركة تبقى ازاي؟ الصور تبقى عاملة ايه؟ يعني ما عنديش ممكن التصور الكامل للفيديو ده يمشي ازاي. بخلي الاي اي برضو او الذكاء الاصطناعي يساعدني في انه يرسم لي ستوري بورد. الستوري بورد دي ممكن اخدها زي ما هي كده واعملها لو ده افيلابل بالنسبه لي، لان هو ممكن برضو يطلع لي حاجات الاقي انها صعبه، او انا هعدل فيها، او هتديني زي انسبريشن او الهام كده يخليني والله طب تصدق انا ممكن اعمل كذا، لا انا هغير دي وخليها كده. ابتدي انا تديني افكار.
واخر حاجة في انشاء الفيديو نفسه. وبرضو اكيد بعضنا سمع او كلنا سمعنا عن ان في مواقع بتنشئ فيديوهات. مواقع انشاء الفيديو كتير جدا، وبتختلف بينها وبين بعضها. في منها اللي بيشتغل بانه يولد جنراتيف، يعني يولد فيديو خالص، حاجة جديدة. وفي منها اللي بيشتغل بالستوكس، يعني انت تديله سكريبت كده مكتوب وتقول له والله انا عايز الفيديو ده، فيبتدي هو يقعد بقى يلزق بقى صور هو على حاجات، على فيديوهات، على مقاطع، على حاجات عنده من المكتبة بتاعته، ويعمل لك فيديو. بس هي إنشاء الفيديو كاملا بالذكاء الاصطناعي مش حاجة سهلة خالص خالص، عشان بس يعني لو الناس فاكرة ان انا بضغطة زرار كده انا هقوم عاملة فيديو كامل. آم، حتى الفيديوهات اللي بتتعمل بتبقى عادة من 4 ل6 ثواني لو هي الفيديوهات الجنريتيف. الفيديوهات التانية اللي ستوكس ممكن تلاقي الفيديو طويل. بس بصراحة أنا حتى الآن ما عجبنيش حاجة منهم، يعني إن أنا أقول إن دي أحسن من اللي أنا بعمله بنفسي. هي ممكن في خلال دقايق هيطلع لي فيديو، بس أكيد اللي أنا هعمله بنفسي أنا، واللي هختار فيه كل حاجة وكل قطعة منه بعناية، أحسن. أنا بقى هناخد مع بعض الخطوات اللي احنا هناخدها خطوة خطوة كده، ونشوف أنا ممكن أعمل كده إزاي. هنستعرض معاكم أداتين. أداة كانفا، الاي اي، ادوات الاي اي اللي جواها واللي تخليني اقدر اعمل فيديو بابسط الطرق. تمام. وعندي كمان موقع ان فيديو. هو موقع ان فيديو في منه 2، في منه ان فيديو ستوديو، وده اللي احنا بنوفر ال الاكونت المدفوع فيه مجانا من خلال الكورس بتاعنا. والموقع وواحد تاني اسمه انفيديو اي اي، وده بقى اللي هو انت بتكتب له سكريبت وهو ينفذه لك. احنا هنستعرض الانفيديو ستوديو لانه هو ده حتى الان هو الافضل، يعني اللي انت مساء الخير يا هو دكتور. سهل جدا. مساء الخير حد حضرتك. بيتكلم؟ انا مثلا. في سؤال عشان انا بس بخصوص ايه فيديو ان فيديو اي اي. هل في حد بيوفر اشتراكه في مصر؟ طب بصراحة معلش. يا محمد، هو احنا قايلين الاستفسارات في الاخر يا جماعه عشان ما نضيعش انا اسف، التركيز. معلش انا جيت متاخر، انا اسف. ولا يهمك، انت محمد اللي كنت تمام. معانا قبل كده صح؟ محمد وائل، اللي كنت معايا في كورس الكونتنت مظبوط؟ بالظبط. ذاكرتك قويه ازاي؟ يا استاذ جيلان. ازيك يا محمد، ازيك؟ الحمد لله. الله يحييك، انا اسف ان انا آه... عطلتكم، بس معلش انا لا جيت معلش يا متاخر. جماعه، انا بس كمان يعني ما تخلونيش اقفل المايك للكل، عشان لو حد عايز استفسار في الاخر. وبالنسبه للاشتراك زي ما دكتور اسماء قالت، احنا بنوفره للمتدربين في الكورس فور فري كمان يعني. خلينا بس نكمل آه... لاخر السيشن. تمام. طيب، انا هنبدأ مع بعض بقى خطوات. انا حبيت ان انا يكون السيشن او المحاضرة بتاعتنا تطلع منها بحاجة. معلش يا دكتور اسماء، افتحي صوت من عندك. انا بقفل لهم الصوت، مش عارفه بيتقفل من عندك انت ليه؟ مع فريندي كو وسط المفروض ما يتقفلش. لا، هو انا داخله باكونتين في بتتكلمي من واحد انهي؟ طب انت انا خليتيني اديكي بتكلم. الهوست على واحد وبتتكلمي من هو التاني، كل ما بعمل لهم اقفل الصوت بيقفل عندك. معلش، استني ما طيب. انا عشان خاطر انا خلاص داخله خلاص مش بعرف خلاص ادخل صوت من خلاص. الاتنين. خليتك تمام. كوست ده كمان تمام، علشان انا بقفل تمام، الصوت وبروح خلاص. اقفل عليكي، ماشي فاهماني؟ خلاص ماشي. يلا. طيب، احنا قلنا تمام. ان احنا عندنا خطوات. انا حبيت ان احنا يكون عندنا منتج، نطلع منتج. تمام. فالخطوات بتاعتنا بتكون ايه؟ لو انا عندي فكرة انا عايز اعمل فيديو، او انا هنفترض ان انا دلوقتي ماسك شغل وعندي اكونت مثلا شغال عليه، محل مثلا عنده منتجات، وعايز ابتدي انا اعمل فيديوهات.
ممكن هو هيصور فيديوهات فانا همنتجها. طب لا، مش كل حاجة هيصور فيديوهات وهمنتجها، لان ممكن ده يكون صعب. انا بقى عايز اعمل فيديو يعني انا مثلا هصور صور للمنتجات وكده، وهبتدي ان انا اعمل منها فيديوهات. فانا الاول عايز افكار، يولد لي افكار، او وممكن ندخل مع بعض خدي لو بالك انا صوتك مثلا. بيبعد عشان لما بتتحركي. اوكي، احنا في بيساعدني في ايه؟ في اول حاجه في توليد الافكار، تمام. تاني حاجه في كتابه السكريبت، وتالت حاجه ان انا اعمل ستوري بورد، وده شرحناه وقلنا ازاي، وبعد كده في تنفيذ الفيديو. طيب، اول حاجه توليد الافكار. انا هتصور ان انا عندي، ان انا شغال على منتج او على منتجات، وليكن مثلا ان انا عندي محل بيبيع مثلا شنط أحذية، يعني هنحط تصور كده عشان خاطر ايه نكمل بيه، وانت تقدر تطبقه بقى على اللي عندك. فانا اول خطوة عندي في توليد الافكار، والله انا ما عنديش فكرة انا هعمل ايه. فانا والله انا هروح لمين؟ لحبيب الملايين، شات جي بي تي. هروح لشات جي بي تي كده وانا هطلب منه افكار. بس انا هنا طبعا انا هكتب برومبت سريع عشان خاطر الوقت، بس الافضل طبعا في البرومبت ان انت تديله تفاصيل كتير، يعني تقول له انت مين، بتشتغل ايه، البيزنس بتاعك عن ايه، وهكذا. مهما كان الحاجة اللي انت هتعملها اديله كل التفاصيل دي. لكن انا هقول له مثلا انا عايزة بالانجليزي، هنكتب حتى بالايه بالعامية حتى. خدي بالك انت عايزه الشير على انهي، على شات جي بي تي ولا سايباه على كانفا؟ هو ما فتحش الشير على كل حاجة. طب ثواني عشان هو كده واقف. طب ثانية اه واحدة. احنا قصدنا كانفا بس عشان لو عايزه نبقى شايفين الامر بتكتبيه حتى ازاي. طيب ثواني. الشير انا المفروض عامله له شير سكرين، فانا مش عارفة ليه هو عمل شير كانفا بس. كده ظهرت تمام. طيب انا هقول له ان انا آه، مش عارفة اكتب شير. اقول له بس سريعا كده انا صانعة محتوى، محتوى ليه مثلا لصفحة آم، محل شنط مثلا، و أريد أفكار آه، لعمل فيديو هات ترويجية للمحل مثلا. ده برومبت يعني، مش برومبت حقيقي يعني، بتاع المفروض ان انا ادي تفاصيل عن كل حاجة زي ما قلنا، والمحل ايه، والشنط بتاعتنا شكلها ايه، والكلام من ده. بس ايه انا في السريع كده عشان تفهموا الفكرة. شايفين كمية الافكار اللي هو اداها لي اصلا؟ طيب وحتى كمان مقترح لي الادوات اهو، كانفا وكاب كات، الادوات اللي احنا، واستخدمي ستوك فوتج لصور خلفيه انيقه. طيب كل دي افكار هو اداها لي. انا ممكن اقدر بقى اختار من دول فكره لو حسيت انها مناسبه ليا، او اعدل عليها. خلينا دايما مرنين، ما نفتكرش انا في النهايه الاداه دي انا دايما بحس انها اداه الالهام. يعني انا ما افتكرش ان انا عمري اخدت حاجه منها مسكتها كده ورحت حطاها ابدا. انا ممكن اصلا اقعد اقول له واديني افكار، او اطلب منه حتى يكتب لي وبتاع، وبعدين اسيب ده كله واروح واخده بس والله تصدق فكره، انا ممكن اكتب عن كذا كذا كذا.
فهو مفيد جدا جدا في ان هو يديك الافكار انت. فانا لو بدأت باول حاجة ان انا عايزة فكرة، تمام، اهو هيصور فيديو سريع يعرض ابرز الشنط المتوفرة في المحل مع خلفية موسيقية جذابة. انا لو انا مش ما عنديش فيديو، يعني سي ان انا المحل ده ما صورش فيديو، هو عنده مثلا شوية صور وبعتها لي، وبدل ما هنقعد ننزلهم بقى لزقهم كده تحت بعض جنب بعض كده، صور 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 كده وخلاص، انا ممكن استخدم اقدر اعمل فيديو بالصور دي، وهستخدم معاها بقى ايه في الفيديو ده، هعمل مثلا احط بقى برضو ميوزك وهعمل الكلام ده، وهوريكم بقى ازاي كمان نقدر نعمل ده في ثواني برضو باستخدام الاي اي. كل دي افكار هو اديها لي، تمام. استخدام الشنط في الحياة اليومية، قبل وبعد، عروض حصرية، كل دي أفكار كتير. يبقى دي أول حاجة، أول خطوة عندي إن هو يديني أفكار. طب خلاص أنا كده الحمد لله بقى عندي شوية أفكار ابتدي أشتغل عليهم. والله أنا ممكن أختار فكرة من دول مثلا وأقول له والله اعمل لي ستوري بورد ليها، أو اكتب لي سكريبت لفيديو. طبعا أنا اخترت حاجة سيمبل زي دي عشان خاطر ايه موضوع السكريبت والكلام ده، يعني هيبقى صعب طبعا ان احنا نقعد ننفذ حاجة بسكريبت وكلام من ده في سيشن ساعة، فده مش هيبقى حاجة available. انا اخترت حاجة بسيطة عشان تكون مش محتاجة ان انا ايه اعمل لها سكريبت بقى وابتدي اشوف السكريبت ده هنفذه ازاي. لكن انا هو فكرة برضو انا ممكن بعرفكم ايه كل الامكانيات اللي انا ممكن اقدر استخدمها. طيب آه عروض حصرية. طب يلا بقى ندخل على الموقع ننفذه على طول من خلال كانفا بقى، او ان طيب فيديو اه يعني العملي بتاعه. ماشي. انا بس هوريكم بس اللي هو كلمة اللي هو ستوري بورد، فانا ممكن اقول له مثلا حاجة واحدة اللي هو آم، عروض الأناقة دي مثلا، واقول له والله اكتب لي اعمل لي، وحتى بالعربي اهو ستوري بورد لتنفيذ الفكرة الأولى مثلا. مهم. هيبتدي بقى يديني حتى كام ثانية والنص كذا ومش عارف ايه. فشايفين ده سهل جدا، حتى كمان بيساعدني في اختيار المؤثرات، يعني الافكتات اللي انت هتشتغلها على الفيديو نفسه. طيب، يبقى ده كده عملية الستوري بورد. طيب انا بقى هنفذ بقى، والله انا عايزة انفذ الفيديو ده، فانا والله انا عندي اكتر من حاجة انفذ بيها، فانا هستخدم كانفا. وانا عندي اداتين جوه كانفا، مش اداتين، هو في الادوات كتير جدا يعني على فكرة، بس انا هتكلم عن حاجة اداة جميلة جدا، وهي بتعمل حاجة اسمها generate video instantly. ازاي بقى هنعمل كده؟ ازاي انا هطلع بقى اجيب آه فيديو، وهنختار فيديو مثلا فيسبوك فيديو مثلا او انستجرام ريل، خليها هتبقى ثواني فخليها ريل. اول ما بندخل على الفيديو شايفين دي مكتوب لي generate video instantly. يعني ايه generate video instantly؟ يعني انا هديله شوية حاجات، صور بقى على فيديوهات على اي حاجة، اي منتجات عندي هديها له واقول له بص اعمل لي من دول فيديو، واديله بس الفكرة. فانا هضغط على generate video instantly دي كانت مجموعة صور أنا حاولت إن أنا أعملها ولدتها بالذكاء الاصطناعي، عشان طبعا أنا ما عنديش منتجات بتاعتي، فأنا تصورت إن أنا ده محل الشنط بتاعي، وأنا هاخد شوية المنتجات دي أهو، 1 2 3 4 ممكن ممكن، بس ده يعني
ده كمان مش اشكال. تمام. واقول له والله اكتب له بقى الفيديو، اقول له مثلا دي نيو ارايفلز بتاعتنا، وينتر نيو ارايفل. هنكتب بالانجليزي بقى، وانا بفضل الانجليزي بس عشان ساعات العربي بيلخبط الحروف يعني. winter new arrival. هو ليه كاتب كده new arrival؟ ماشي. وهقول له generate. شفتوا في ثواني بالظبط عمل لي فيديو. نشغل الفيديو كده. انا هحط المايك على البتاع عندي عشان تسمعوا الصوت برضو، عشان ده في في ميوزك باك جراوند واعملها. بس خد بالك هو الصوت ما بيبقاش مسموع، احنا مش سامعين. هو حضرتك مش عامله للساوند؟ دكتور اسماء سامعانا؟ حضرتك مش عامله شير، فاحنا شايفين الفيديو مش شايفين، مش سامعين اي صوت. مش سامعين الصوت؟ ما سمعتوش الصوت؟ لا، ما انا كنت بقول لك. اوكي. وانا يعني حاولت ان انا اسمعكوا مشكله، مش الصوت. مشكله الصوت، مش هو مشكله حركة خالص الصوت الصوت، كده ولكن كده لو حضرتك ساوند تعيد هي مش اعيد لكم الفيديو تاني؟ الستاب يعني هعمل فيديو تاني من الستيب. الاول تاني. طيب الستبس تمام هنعيده تاني خالص. تمام. لان هو انا هنا فعلا في طلع الديزاين. حلو وسريعا بصراحة، اه فيعني نفيدهم تاني. آه، تمام. الموضوع بسيط جدا. هو ايه فكرته؟ ان انا اول ما بدخل هطلع بره خالص اهو. تمام. انا كده دخلت. دي واجهة كانفا. لو حد ما يعرفش خالص، يعني دي واجهة كانفا اول ما بتدخل برنامج كانفا. تمام. اول ما بتدخل بيبقى قدامك الواجهة دي. فانا هنا بشتغل. كانفا ده برنامج كبير جدا في حاجات كتير قوي. فانا عندي فيديو. فلما بدخل على فيديو بيديني اختيارات. انا بختار الفيديو نوعه ايه. انا هنزله على انه منصة. معلش انا ممكن اكون اخدت الخطوات بسرعة. ويكون يعني حد لسه مش فاميليار او مش متعود على كانفا قوي يعني. ف انا اخترت نوع الفيديو عشان على حسب نوع الفيديو ده هو هيعمل لي المقاس بتاعه مظبوط. تمام. فانا قلت له والله انا عايزه الانستجرام ريل. تمام. اللي هو هيبقى ريل بالطول. اخترت انا الريل ده لانه انا شفت ان ده هو ده الحاجه المناسبه. تمام. وبعدين لما بتدخل بقى، اول ما بتدخل وبتبقى مختار فيديو سواء اي نوع فيديو يعني مش بيفرق يعني. بيبقى عندك هنا في الاختيارات في حاجه اسمها تمبلت في الديزاين. دي تبع الديزاين، تبع كلمه ديزاين دي. هو بيبقى فاتحها تلقائي. تمام. كان تلقائي زمان قبل كده بيقوم جايب لك التمبلتس. دي تمبلتس كلها تمبلتس كده. انت ممكن تقعد بقى ايه تقلب فيها كده بالساعات عما تلاقي تمبلت عاجباك. تمام. فده اختصار شديد جدا. ليه؟ لانه انا عشان خاطر اعمل الفيديو اللي انتوا شفتوه ده بنفسي انا، واقعد انا اختار سواء هختار تمبلت او هعمله بنفسي ستيب باي ستيب، اقعد اجمع واحط الترانزيشنز واحط الساوند افكت واحط الباك جراوند ميوزك واعمل كل ده. انا اكيد هياخد مني وقت اكتر من كده بكتير. فانا عملت ايه؟ ضغطت على جنريت فيديو. هيصلي الأربعة وهم دخلوا معاه، بس هم بيكملوا عادي اللي هي قصر بس. ده قصد حضرتك صح؟ انا هقفل الصوت للكل، بس اتاكدي بقى ان انت المرة دي مش هيحصل. ماشي عشان خاطر انا فعلا في حد اه بيتكلم
اوكي. طيب تمام، انا الصوت موجود مفتوح عندي. طيب انا فتحت لك انت، كملي كده يا اسماء. اوكي ماشي يلا اتفضلي. تمام. طيب يبقى انا بختار الحاجات، الصور بتاعتي، انا عندي صور المنتجات بتاعتي. تمام. انا تصورت ان دي صور المنتجات بتاعتي وانا هعمل الفيديو، فهعمل ايه؟ هختار، هضغط عليهم كده، والله يكون دول المنتجات بتاعتي اهو، ممكن ده وده كمان. تمام. وانا ما كتبتلوش حاجه غير جمله واحده بسيطه جدا، قلت له ده الوينتر نيو كوليكشن. وينتر نيو كوليكشن، بس انا ما كتبتش حاجه. اهو جنريت، انا عدت تاني الخطوات بالظبط. هنلاحظ هنا بقى هو عمل لي ايه. تمام. عمل لي ايه؟ هو المره دي على فكره غير، يعني شوفي انا عملت نفس البتاع بس هو غير شويه. الكتابه المره فاتت كانت فوق، هنا كان في شكل تاني بس. شايفين كل اللي هو عامله ده؟ دي كلها حاجات كتير، هنشوف ايه هو بقى اللي عامله ونفصله كده. هو عمل لي ايه؟ عمل لي ايه؟ عمل لي شكل من فوق ده كده بتاع ده لوحده على فكره، وده لوحده، وده لوحده، وده لوحده. شايفين كل واحده بعلم عليها بيعمل لي بوكس. كل دي ايتم، مجمع كل الايتمز دي. انا لو قعدت اعمل فيها بقى وانسقها وارتبها عشان ما تبقاش في حاجه مايله كده ولا مايله كده ولا مش عارف ايه، واكتب الكتابه، ده كتب لي، ده عمل لي كوبي رايت كمان. قال لي introducing our winter collection. تمام. انا مش همشي الفيديو دلوقتي، انا هوريكم بس الكتاب عشان تبقى discover our latest range of handbags. تمام. وبعدين كتب لي from classic leather toes to this season we are loving the black leather handbag. ماشي. our handbags are perfect for any occasion whatever you are. واخر حاجه shop our winter collection now and مش عارفه هو and دي اوكي. انا عشان انا بقرا ال collection now and find the perfect handbag to complete your look. كل دي كتابه انا والله ما كتبتها، انا كتبت قدامكم ايه بس جمله. تمام. هنتفرج على الفيديو. شايفين دي بقى ترانزيشن، حاجه اسمها ترانزيشن. يعني ايه ترانزيشن؟ يعني تنقلات، تنقلات اللي بتديني حركه. طب في ايه تاني كمان هو عامله لي؟ حاجه اسمها انيميشن. يعني لو انا وقفت على كل صفحه من دول، هو عامل لي انيميشن للبتاع كلها. والكتابه نفسها عامل لها افكت. افكت التايب رايتر ده انيميت، عامل له انيميت اهو تايب رايتر وعامل لها افكت. لو ضغطت على الافكت كده هشوف نوع الافكت اللي هو مختاره لي، اوتلاين. كل ده شغل انا هياخد مني وقت طويل جدا عشان اعمله. تمام. فانا هفتح الفيديو تاني ونتفرج عليه. حركة الصور دي معمولة حاجة اسمها انيميشن برضو، عشان الصور تتحرك والكتابة تتحرك. ده غير طبعا لو شايفين ده انهم مش سامعينه، بس هو ايه التراك. هو جايب اللوجو بتاعي عشان انا هنا ده برو وعندي براندنج، فهو ايه مختار اللوجو بتاعي لان انا شغاله. فهو جايبه هو بقى باعتبار ان ده فيديو بتاعي وانا هحط اللوجو بتاعي بتاعي انا. تمام. فده كده مثال على حاجة سهلة جدا أقدر أعملها، وأسهل من إن أنا كمان كنا دايما بنبدأ ونقول إن كانفا جميل جدا، ده مليان تمبلتس. ولو دخلت في الديزاين هنا أنا عندي تمبلتس بالهبل. ده على فكرة فيديو برضو كان معمول، على فكرة ممكن أفرجه لكم برضو، ممكن أبقى أفرجه لكم. ده برضو معمول بنفس الفكرة، وكان معمول على فيديو تاني. أفرجه لكم برضو، ممكن احطه هنا، اعمل له اد كده عشان اقدر افرجه لكم هنا، واقوم جايبه ده.
اهو فرجوا لكم بالمره. ده انا عملت آه، ده فيديو انا عاملاه، تمام، برضو معمول بال AI. انا كنت اخترت فيديو ورحت اخترت صور وبتاع وهو عملهم لي، تمام. فلو انا عندي مطعم، عندي اي حاجة فيها منتجات وعايزة اعرضها بشكل مختلف، في ثواني انا اقدر ان انا احط حاجات سهلة سريعة، يقدر يفيدني جدا حاجة زي كده في الافري داي، يعني الشغل كل يوم. بالذات الناس اللي بتشتغل في منتجات من اللي هي بتحتاج كتير تنزل كتير. يعني لو انا بشتغل فعلا في منتجات ملابس، احذية، حاجات، مطاعم، الناس دي ما بينفعش انها تكون بتنزل كل يومين ومش عارف إيه. الكلام ده طبعا استاذة جيلان يعني خبيرة فيه، يعني هي في الجزء بتاع السوشيال ميديا والنشر والكلام ده، تقول لكم ان انا لا، ده انا لازم بكون في حاجات بكون محتاج فيها ممكن انزل اكتر من مره في اليوم. هل بقى انا هقعد بقى اعمل فيديوهات عظيمه واخد فيها وقت طويل وكده؟ مش كل حاجه تنفع كده، هحتاج ده وهحتاج ده. طيب هل انا ينفع شغلي كله يكون كده؟ برضو لا، لانه زي ما احنا شايفين في محدوديه في التنفيذ الافكار، في محدوديه في الابداع. هو بيديني حاجه محدده. لو انا عايز حاجة افصل فيها اكتر، لو انا عندي كمان خدمة مش منتج، هتلاقي نفسي الموضوع بقى صعب معايا قوي، لان انا بتكلم في حاجات مش ملموسة. فبالتالي انا بس ممكن برضو لو انا عندي كورس مثلا وحطيت صور مثلا من ستوكات بقى انا هجمعها مثلا او كده، ممكن. لكن انا بحتاج اعمل حاجات كتير قوي اكتر من كده. عشان كده لازم اتعلم تفاصيل كتير جدا، ولازم اتعلم كمان اعرف اعدل على كل حاجه من دول. انا عندي تفاصيل كتير قوي. افرض انا مش عاجبني حاجه معينه، طب لو الخط مش عاجبني، طب لو انا الترانزيشن اللي هو اختارها مش اللي هي البيرفكت اللي عجباني، في elements مش عاجبني، وهكذا. طيب آه لو انا بقى عندي حاجة تفصيلية وعايز آه اديها بقى تفاصيل كتير واحط حاجات كتير، شرح وهكذا، فطبعا صعب جدا ان الحاجة السريعة قوي دي تفيدني. لكن في النهاية هي تول انا شايفاها رائعة ومفيدة جدا. وزي ما قلنا لو حد ما عندوش أدنى خبرة بس دخل وبدأ يحط الحاجات دي هيطلع منتج في النهاية. كده ده الجزء بتاع كانفا. وفي حاجة كمان في كانفا بالاي اي، ادوات اي اي كتير جدا جوه كانفا، بس طبعا احنا وقتنا ما يسمحلناش باستعراض حاجات كتير. بس انا عندي حاجة اسمها الماجيك ميديا. تمام. في الماجيك ميديا دي بتتيح لي 3 حاجات: ان انا انتج صور او جرافيك او فيديوز. والفيديوز دي بتبقى بس للناس البرو، يعني مش متاحة للفري يعني. تمام. ايمجز بقى انتاج صور زي اي موقع انتاج صور، بتبتدي تكتب انت برومبت برضو ويطلع لك صورة. تمام. والجرافيك لو انا هيطلع لي بقى مش صورة عادية، مش صورة وانما جرافيك. يعني زي ايه؟ زي مثلا انا لو دخلت هنا في الابس، هنا في الابلودز، سوري، في الاليمنتس، وعملت سيرش على اي element. يعني هنا ثواني، انا لو ضغطت كده وقلت له دي ستيكرز كده، بس دي نوع من انواع الجرافيكس بس بتبقى انيميتد. والجرافيكس اهي، دي كده ده كده فكرة الجرافيك، عشان لو حد مش عارف يعني ايه جرافيك اصلا. تمام. ده كده اسمه جرافيك. ودي اشكال مختلفة من كده. طبعا انا بعمل سيرش هنا في البار، فبرضو ده هو بيقدر يولد لي جرافيكس لو انا عايز جرافيك شكل معين في دماغي وحابب ان انا اولده. وفيديوز بقى دي يعني هي مش هي بيقولك هي دي باورد رانواي. رانواي ده موقع
رانواي ده موقع للفيديو وموقع تحريك. في الأول كان تحريك بس دلوقتي هو بينشئ فيديو من الأساس، يعني بتكتب له برومبت برضو يطلع لك فيديو. بس الحقيقة إنه لو أنت اشتغلت على رانواي نفسه هتلاقيه أحلى. تمام. بس يعني هي فكرة لطيفة برضو. هو كاتب لك حاجة انها experimental، يعني انت برضو بتكتب له برومبت كده هو يطلع لك فيديو. مثلا الفيديو بيبقى 4 ثواني حاجة زي كده. وانا عندي فيديو هنا لو بصيت في البروجكت ممكن اوريه لكم، كنت بجرب يعني اعمل experiment. لا مش في الفيديوز، في البروجكت. ده فيديو مثلا انا عملته، وريك ان هو ايه ثواني بالظبط يعني. اعمل هنا اد كده واقوم احط الفيديو ده apply لا 3 pages replace all pages with template. لا كنسل، انا مش عايزة كده، انا عايزة هنا. تمام. ده كده ايه الفيديو. هو ده الفيديو يعني. الثواني اللي انتوا شفتوها دي هو ده الفيديو اللي اتعمل ال بالاي اي. كتبت له برومبت قلت له عايزه 2 ستات عواجيز كده قاعدين في الحديقه بيشربوا شاي يعني. فطلع لي الثواني دي. طبعا لو عايز تعمل حاجة أطول بتضطر تقعد تكتب برومبتس كتير. وكمان في مشكلة تانية في الموضوع ده، إن أنت اللي هو في النوعية دي يعني هنا، إن أنت ما تقدرش تعمل كاركتر يعني شخصية واحدة كده تمشيها طول الفيديو. الكلام ده بيتعمل في أدوات تانية وقصة كبيرة قوي قوي قوي. مش ده اللي احنا بنتكلم فيه خالص. ده في ناس بتبقى بتدي فيه كورسات وكورسات كبيرة جدا يعني عشان بس تقدر تعمل كاركتر شخصية وتعمل بيها فيديو والكلام ده. مش ده موضوعنا خالص. احنا هنا بنتكلم ازاي نبدأ نعمل حاجة للسوشيال ميديا تكون سيمبل، وتكون اقدر ان انا اشتغل بيها واعمل واعرض بيها شغلي، سواء انا شغلي ده منتج او خدمة. ده كده تاني حاجة اللي هو في كانفا، اللي هو ازاي ان انا استخدم الماجيك ميديا. عندي حاجات كانت تانية كتير قوي، بس زي ما قلنا ان احنا وقتنا، فانا عايزة انقل بس على موقع انفيديو عشان برضو ابقى اوريكم ايه الشغل بتاع موقع انفيديو ممكن نستفاد منه ازاي. بس هنا في الابس هنا دي هتلاقي لو كتبت اي اي بس هتطلع لك حاجات كتير اهي. ولو عملت اي اي باورد، كل دي حاجات بالاي اي. منها حاجات بتعمل لك صور، حاجات بتعمل لك ميوزك، حاجات بتعمل لك ايمجز اب سكيلر اهو، حاجات كتير قوي. تمام. طيب انا بقى هنقل معلش انا بتكلم بسرعة، بس انا حابة بجد ان انا اديكوا اكبر قدر ممكن في وقتنا القصير ده. فانا هدخل بقى على موقع. طب دكتور اسماء ماشي، هندخل مم. على ان شاء الله ان فيديو ستوديو وانا اوريه لهم سريعا، علشان ايوه. في كذا حد بعد تسالني على تفاصيل لو عايز يدخل في تفاصيل اكتر، فعايزاكي برضو هشيره لك انا وتعرضي لهم تفاصيل الاكتر بقى اللي بنشرحها في الكورس، لو حد عايز يتخصص والمجال عجبه بقى كمونتاج والريلز يعني. فان فيديو بس تمام. ندخل كده في تاب طيب سريع وبعد كده هندخل ان فيديو في نشير السريع. ماشي، علشان خاطر تمام. برضو ايه ما نطولش عليهم. لو حد عايز يعرف حاجة انا كتير يعني عارفة. ما يكونش اوكي. عارف. اوكي ماشي. ماشي. هدخل هنا ان فيديو. طيب يا شباب، انا اهم حاجة عندي في انفيديو اللي انا داخلة عليه ده اسمه انفيديو ستوديو. تمام. عشان في زي ما قلت في انفيديو اي اي حاجة وانفيديو ستوديو حاجة تانية. اهو شايفين ده انفيديو اي او، ده اي اي. تمام. لا انا مش عايزة كل دول، انا عايزة اللي اسمه انفيديو ستوديو. اهو اللي هو اخره كده سلاش ستوديو. تمام. وانا هعمل لوج ان. دخلني. لما بدخل على الموقع ده كده اول حاجة بيقابلك الشكل ده كده. اسمه الداشبورد بتاعتي. تمام. فيها حاجات انا انتجتها كلام من ده. لكن انا اللي يهمني دلوقتي واللي انا عايزه استعرضه معاكم حاجه اسمها التمبلتس. التمبلتس دي الموقع ده
ميزته ايه بقى؟ ميزته ان هو بيديني فيديوهات هي ممكن تبقى مش قصيرة قوي 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 زي اللي هتطلع لي مثلا من الاي اي والكلام ده. فيديوهات فيها موشن حلوة وفيها فرايتي في الموشن جامدة قوي، تديك ساعات افكت كأن الشغل ده معمول مثلا على افتر افكت، موشن جرافيك. حاجة صعب جدا ان انت تعملها كمان بايدك يدوي مثلا على كانفا، لا ما عندوش الموشنز دي كلها. هنا في كمية انيميشن عالية قوي وحركات وترانزيشنز كتير جدا، فده الاكبر ميزة فيه. ايه بقى كمان؟ ان كل حاجة فيه قابلة للتعديل. يعني التمبلت اللي انت هتختارها، انا لما بقف على التمبلت كده بتبتدي تستعرضها قدامي. يعني سي دي مثلا تمبلت قدامي، هو بيوريني ده شكل الفيديو هيبقى عامل كده، وبيوريني بيبقى كمان حاطط معاها ميوزك. لو مش عاجباني الميوزك بقدر اغيرها عادي، واختار من هنا انا عايز الفيديو بتاعي لاندسكيب يعني بالعرض ولا مربع ولا بورتريه ولا نوع الفيديو. وممكن من بره خالص بعمل فلتريشن لنوع الفيديو، وساعتها بقول له يوز تمبلت، بيدخلني بقى على الايديتور اللي انا بقدر اعدل فيه. الميزه هنا زي ما قلنا ان كل حاجه فيه قابله للتعديل. يعني هيحط لك الاليمنتس كلها هنا كده، وكل ما تضغط على حاجه تلاقيها ظاهره معاك. فانت هتبتدي بقى تعدل الكلام، تعدل الصور، ترفع اللوجو بتاعك، تعدل حتى الموسيقى دي ممكن تشيلها وتحط موسيقى تانية. كل حاجة هنا قابلة للتعديل، فيطلع معاك فيديو. لو انت جبت مثلا صورك ومنتجاتك فيديو معاك، تقدر تحط فيديو. هو حاطط لك، شايفين كمية الحاجات دي لما تيجي تعملها انت مانيوال موضوع مش سهل. يعني حاجة زي كده وان انت تنسقها بالشكل ده موضوع مش سهل. فانا ده بالنسبة لي بيبقى حاجة جميلة جدا، وبرضو ان انا اقدر اشتغل عليه واطلع حاجات احترافية. ده كده انفيديو استوديو. وانا كمان في انفيديو استوديو زي ما قلنا، لو رجعت لورا كده انا بقدر ان انا في الفلترز دي اختار نوع الفيديو اللي انا عايزه، الاندستري اللي انا بشتغل عليها. كل دي فلاتر بقدر استخدمها بتسهل لي اختيار التمبلت نفسه. وبعد كده زي ما دخلنا جوه في اديتور وبعدل على كل حاجة جواه. ده كده ان فيديو استوديو. تمام. لو حد ما كانش سمع عنه قبل كده وبس، هو مشكلته طبعا ان هو مش مجاني. يعني هو بس احنا بيبقى له اشتراك، واحنا كمان بنوفر الاشتراك ده مع الناس اللي تشترك معانا في الكورس. وفي انفيديو اي اي، بس انا جربته بصراحة مش هو احسن حاجة. انا بالنسبة لي ده احسن بكتير. تمام. في عندنا طبعا ادوات كتير للذكاء الاصطناعي، بس انا اكيد وقتنا ما يسمحش ان انا استعرض كل ده. انما في حاجة واحدة بس ممكن اوريها لكم اخر حاجة، عشان خاطر ابقى انا استعرضت مجمل او تقريبا اغلب الحاجات اللي انا اتكلمت عنها، الخطوات بتاعتي. لو انا عايز اعمل ساوند افكت، فهي في موقع اسمه 11 لابس. ممكن يبقى بعضكم سمع عنه اصلا، عشان بيولد اصوات، او مش اصوات، فويس اوفر بالذكاء الاصطناعي. آه، بس انا بستخدمه استخدام تاني، اللي هو بعمل بيه ساوند افكتس. ثواني، مش عارفة هو مش معلق مع الزوم ليه كده. طيب ثانية واحدة.
تمام. هنا generate sound free text to sound effect generate sound free. هو أهو. sign up with Google. هنا بقى انت بتكتب وصف للساوند افكت اللي انت عايزه ويبتدي هو يطلعه لك. تمام. انا طبعا الموضوع ده اصله يعني ايه فيه تفاصيل كتير قوي. آه بس انا يعني انا بيخصني بس الجزء ده ساوند افكت. انا ماليش دعوة بتوليد الصوت والكلام من ده يعني ليه ناسه، وانا ما بحبش اصلا الصوت اللي بالاي اي، فانا ما بحبش استخدامه يعني. ف وانا اصلا فويس اوفر يعني عدوي بقى. ده عدوي. انا بستخدمه بس في انتاج الساوند افكت. يعني مثلا هقول له ساوند اوف مثلا هورس رانينج مثلا. هورس رانينج اون سوليد لاند مثلا. آه، طيب هو طلع لي اكتر من جنريشن. انا معلش انا عارفه طبعا انتوا مش هتعرفوا تسمعوا الصوت. هو انا بضغط عليه فبيطلع لي وبفتحه اهو. طلع لي اوديو انا سامعاه. تمام. هو صوت فعلا زي حوافر الحصان. طيب ده كده برضو استخدام من استخدامات الاي اي عندنا في الفيديو عموما، سواء فيديو اديتنج فيديو كرييشن، في صناعة الفيديو عموما. طيب ندخل بقى على بعد كده يا جيلان. انا معاكي اهو، نعمل شير لو حد تمام. عايز يعرف. خليني اعمل لك شير حالا. كده تمام يا اسماء. هو بدأ اهو. اوكي. طيب لان في ناس ممكن تكون سمعت دلوقتي عن تفاصيل، حابه تعرف اكتر، حابه تتخصص في الموضوع، لان لقيت ان ممكن بادوات تقدر تتعلم وتكتسب مهاره بقت مطلوبه. دي نوضح ان دي من اكتر المهارات المطلوبه دلوقتي في الشغل، ان السوشيال ميديا كلها قايمه دلوقتي على الفيديوز والريلز. فدي حاجه اساسيه، سواء عايز تشتغل سواء انت صاحب بيزنس، فهي اساسيه في كل حاجه. فوضحي لهم انت بقى كده افضل مني برضو محاور ال الكورس بالتفصيل. بناخد ايه. طيب هو انا بس انتي الشير انا هقدر انا اتحكم ولا انتي اللي لا لا، متحكمة؟ انتي منزل لك متحكمة. اهو، تمام مفيش مشكله. تمام تمام. طيب دي كده تفاصيل الكورس بتاعنا. يعني ان احنا عندنا التدريب، احنا كان في الاول اصلا زمان كان 5 محاضرات، دلوقتي خليناه 7 محاضرات عشان نقدر نغطي جزء الاي اي ده كويس جدا. فالبرامج بقى فيها ديتيلز كتير قوي وبقى فيها توسعات كتير، فاحنا زودنا المحاضرات من المرة اللي فاتت عشان خاطر نقدر نغطي أكبر قدر ممكن، وتقدر تبقى خارج وانت معاك زي حزمة كده باكج فيها أفضل البرامج اللي ممكن تستخدمها وتغطي لك كل التفاصيل. زي ايه؟ أنا عندي في الفيديو أنا عندي حاجتين. في عندي لا إما مونتاج، لا إما أنا بعمل فيديو كرييشن، يعني أنا اللي بولد الفيديو خالص من الأول، أنا اللي بعمله. فانا في برامج المونتاج في برنامجين جمال جدا وكل واحد ليه مميزاته، عشان كده بنشتغل على 2 مش واحد بس. اول واحد هو كاب كات، وده طبعا مشهور جدا. كاب كات مميز في الريلز بالذات القصيرة، تشتغل عليه ريلز وتشتغل عليه حاجات للكاب كات تيك توك، نظرا لانه هو في جواه لايبرري يعني او مكتبة قوية من العناصر، من الساوند افكتس، من ال
من الترانزيشنز وكل الحاجات اللي بتخلي الفيديو يطلع مبهر شوية. عيبه طبعا زي ما دايما بقول انه تقيل قوي لو انا هشتغله على فيديو طويل، والمونتاج هيبقى صعب. طيب انا حابب ان انا اشتغل على حاجة اكبر واتقل، بشتغل مع بيزنس في بيقدم فيديوهات بجد مش حاجات مقاطع قصيرة، يبقى انا محتاج برنامج تاني اخف، التعامل معاه سهل، الايديتنج فيه سهل، وفيه كمية ادوات AI رهيبة، اللي هو فيلمورا. فيلمورا بيديني ده اسهل واسلس واخف برنامج مونتاج انا اتعاملت معاه. انا جربت برامج كتير لحد ما وصلت اصلا لان انا خلاص هي دي البرامج اللي انا بعتمدها حاليا في شغلي، واغلب شغلي كمان على فيلمورا، عشان انا مثلا بشتغل فيديوهات يوتيوب، فيديوهات للفيسبوك، كل دي فيديوهات بتتعدى الدقيقة، فبالتالي فيلمورا ده برنامج هايل. وزي ما قلت لكم مليان ادوات AI بتسهل عليا الشغل، بتسهل عليا المونتاج، وتختصر معايا الوقت. طيب انا ما عنديش اصلا فيديو، ولكن انا عايز بقى انا اعمل فيديوهات. طيب انا ببدأ الاول في كانفا، بدي برضو على محاضرتين اول مرة بشتغل في كانفا كأنه برنامج فيديو اديتور. اولا انا ممكن ما يبقاش انا عندي غير كانفا وخلاص انا هشتغل عليه هو، فهو برضو يصلح، مش هيقول لأ. ممكن يكون الشغل عليه مش هيبقى اريح حاجة ولا اسهل ولا اسلس حاجة، والفيديو اديتور اكيد اسهل، بس هو يصلح. لكن كمان انا بشتغل عليه عشان خاطر انا بعد كده لما اجي اشتغل فيديو كرييشن، يعني انا لما اجي انا اعمل فيديو من الصفر عليه، فانا لازم اكون فاهمه كويس قوي، فاهم البرنامج كويس قوي، فاهم ازاي اتعامل على الاديتور بتاعه، عارف كل حاجة مكانها فين، وقادر استخدم كل التولز بتاعته. فالمحاضرة اللي بعد كده بنبتدي نستخدم كانفا للفيديو كرييشن. ما نقلب الصفحة بس يعني فانا بستخدم في المحاضره، في محاضره بندي فيها ازاي كانفا وكاب كات كمان، بس كاب كات الموقع مش الابليكيشن. كاب كات الموقع بيديني برضو تولز وادوات بتساعدني على ازاي ان انا اشتغل فيديو من الصفر، ما عنديش فيديو خالص وهبدأ. احنا شفنا نموذج صغير جدا بناخده في دقايق في المحاضرة، وناخد نماذج كتير تانية للاستخدامات، وازاي نقدر نشتغل، وازاي نقدر نعمل حتى بإيدينا من الصفر فيديو فعلا احترافي. آخر حاجة خالص هو بندي في آخر محاضرة الفيديو، وهنشرح بقى بالتفصيل ازاي نشتغل على الايديتور ده، وازاي نغير كل حاجة. وكمان في اخر محاضرة دي انا دي يمكن مش كاتباها هنا، بس بنعمل جولة كده على مواقع مواقع سهلة الاستخدام في الفيديو خالص بالاي اي، وازاي ممكن نعمل منها فيديوهات كده لطيفة. وانا عندي حتى على صفحة الفيسبوك بتاعي في فيديو انا عاملاه، وفيديو طويل، بس طبعا انا بذلت فيه مجهود كبير جدا، لاني كان عبارة عن بيديني 4 ثواني او 6 ثواني، واشتغلت بعد كده عليه كمان editing على فيلمورا وهكذا لحد ما عملت الفيديو ده. كنت عاملاه بالاي اي ومن موقع على الاي اي. وممكن ابقى اسيب لكم لينكات لللينكد ان والفيسبوك عندي، عشان اللي حابب ان هو يطلع برضو على نماذج لشغل وحاجات بتاعتي. احنا بالنسبة لنا شغلنا زي ما انتوا شفتوا كده، احنا بنشتغل بايدينا، احنا ما بنقعدش نشرح. يعني ممكن اول محاضرة بتكون فيها مثلا نص ساعة في الاول شرح نظري، عشان خاطر تفهم الخطوات بتمشي ازاي، تفهم الفيديوهات انواعها والمقاسات بتاعتها وهكذا، عشان نسهل على بعض الشغل بعد كده. كنا بنبدأ بعد كده خطوات عملية تنفيذية، وبتاخد تاسكات بعد كل محاضرة تقريبا بيبقى فيه تاسك بتنفذه وبيتراجع.
بتراجع عشان اقول لك والله ده صح، ده جميل، ده حلو، ده غلط، لا ده عدله، ده غيره لو عملت كذا. وغير ان انت تقدر تستفسر عن اي حاجة طول الوقت. بتقدر تسأل أسئلة وانا ارد عليها، سواء كانت في التاسك او في الموضوع عموما في الفيديوهات. ده كده شرح سريع للكورس بتاعنا. شكرا قوي يا دكتور اسماء. العفو. عايز تقول لهم حاجه تانية بخصوص اي حاجه في الكورس او في السيشن؟ لا تمام خلاص. هو الانفيديو ده اللي احنا قلت عليه، هو ده اللي احنا بنديك هدية مع الكورس يعني. بس انفيديو ستوديو مش انفيديو اي اي. تمام، حلو قوي. شكرا قوي، تعبناكي بجد. وانا نفسي بصراحه النهارده ركزت معاكم قوي ولقطت حاجات كتير انا من الريلز دي وخطوات تمام، بسيطه هشوف لك فعلا. فيديوهات بعد كده. والله بجد يعني انا النهارده قعدت ركزت معاكي لان لقيتك اول مره لما عملتيه فعلا ثانيه، وبعد كده ما قلنا عيدي تاني، فاللي هو انت يعني عملناه وشكله حلو بتاع الشنط شكلها حلو جدا. اه. اه. تمام، تسلمي يا اسماء قوي. الله يسلمك. ماشي طيب يا شباب، عشان ما نطولش عليكم، اتمنى تكون الدنيا كانت منظمه وفهمنا. بس الهدف ان احنا كنا نعرف قد ايه البرامج دي فيها استخدامات ممكن تساعدك بشكل كبير، تنجز معاك في الوقت، تخليك عارف تشتغل. لو حد عنده منتج وعايز يعمل ريلز وفيديوز وحاجات دي، انت تقدر بخطوات بسيطه تتعلم مهاره تساعدك فعلا. تمام. الكورس بقى بنتكلم بالتفصيل كمونتاج كمان. لو عميل معاك هيبعت لك ماتيريال وتمنتج وتشتغل بقى حاجات اكتر كمان من الحاجات اللي هي بتبقى متاحه اوريدي على البرامج. فالكورس هيبدا ان شاء الله، يعني هنقفل الحجز في خلال اسبوع. اللي عايز البي دي اف يعني يطلع عليه تاني، او عايز يعرف التفاصيل اكتر، لان حاليا في كمان خصم. يعني انا كل مره والله السعر انا ودكتور اسماء بنتفق ان احنا لا ننزل خصم برضه. فده لينك الواتساب لو حد عايز يعرف التفاصيل والخصم الحالي وهينتهي امتى، لان انا هقفل كل حاجه في خلال يعني اسبوع بالكثير. بالاضافه زي ما انت عارف ودكتور اسماء قالت، ان فيديو ستوديو احنا بنوفر فيه اشتراك مجاني للمشتركين، عشان فعلا احنا بالنسبه لنا مش اللي هو احنا داخلين عشان خاطر ناخد ال الكورس وخلاص، لا احنا عايزين الناس دي تشتغل. فعلشان يقدروا يشتغلوا ومش هيعرفوا يشتغلوا في انفيزيو النسخه المجانيه، لان كل البرامج في نسخه مجانيه ومدفوعه. فالبرامج الثانيه بنقدر نشتغل من خلال المجانيه، انما انفيزيو بما اننا ما بتعرفوش تشتغلوا من خلال النسخه المجانيه، ف بنوفر الاشتراك في النسخه المدفوعه فور فري. فانت الثمن اللي انت بتدفعه يعتبر يعني بيرجع لك يعني جزء كبير كمان في الاشتراك، عشان فعلا يساعدكم في الشغل ما يبقاش كلام نظري. بس ده اللي انا عايزه اقوله. فلو حد عايز ينضم يعني يبعت لي سريعا علشان نقفل العدد، وعلشان خاطر كمان بتواصل مع الاشتراك بتاع ان فيديو. بتاخد مني وقت على ما بتواصل وببعت وببعت لكم تاكتبوا الاشتراك، فببقى عايزه اقفل العدد عشان اخلص التظبيطات دي كلها وتبقى الدنيا تمام من قبل ما تبدا. تمام. ودكتور اسماء زي ما انتم شفتوا معاكم في استفسار تطبيق، يعني انتوا بتخرجوا زي ما قالت في الاول، انتوا طبقتوا بنفسكم، لان اي شرح نظري ملوش لازمه، لازم تدخل تطبق بايدك. وتبعتوا لها التطبيق وتبدا تقول لك لا صلح دي مش عارف تعملها، طب ابعت لي. فكل ده انتوا شفتوه احنا بنعمل السيشن ليه؟ عشان خاطر تتاكدوا من التفاصيل دي ان ده حقكم. وبالنسبه زي ما وعدتكم بقى سريعا كده، بالنسبه للمهتم بالديجيتال ماركتنج، بس ده ممكن يكون لو حد معانا من الحاضرين خارج مصر اكتر كمان. الكورس دلوقتي متاح على موقع ديجيتال ماركتنج، يعني متاح على موقع يوديمي، نازل بالتفصيل الكورس كل دي محاوره 5 اجزاء. وان شاء الله قريب كمان هينزل على المنصه عندي للناس بقى اللي من جوه مصر، عشان خاطر الاشتراك الدفع من على يوديمي من مصر مقفول تقريبا. فلو حد من بره كان بيبقى بيواجه صعوبه في الاشتراك فيقدر ياخده من على يوديمي بالتفصيل. ممكن احط لكم برضو اللينك تشوفوا المحاور وكل حاجه بالتفصيل، وبيبقى فيه عروض دايما بشكل كبير يوديمي هي اللي بتعملها. هحط لكم حالا اللينك برضو بتاعه لو عايزين تطلعوا على المحاور وكل حاجه بالتفصيل. واتمنى تكون فعلا المحاضره انا نفسي استمتعت بيها بصراحه. ثانيه واحده يا شباب.
كده عندكم على الشات بتاع الزوم لينك الواتساب اللي عايز يحجز فيه كورس الفيديو مع دكتور اسماء ان شاء الله. ولينك الكورس بتاع الديجيتال ماركتنج على يوديمي. شوف المحاور بالتفصيل وشوف في فيديوهات مفتوحه كمان. الاهم من المحاور، انا ليه بقول لكم؟ لان في فيديوهات مفتوحه، فتقدروا تشوفوا الفيديوهات المفتوحه كمان. ومعاكم رقم الواتساب لاي استفسار، وان شاء الله لينا قريب تاني سيشن تانية نتكلم فيها عن اي توبيك انتوا محتاجينه. وحتى ابعتوا لي دايما. خلينا بس انا عايزه اقول لكم، خلينا اكتب على جروب الواتساب دايما. ابعتوا المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها. استفادوا لما بنزل خصم. والله انا كتير ببقى عايزه، يعني لازم نبقى واضحين ان في حاجات بنقدر نقدمها فور فري، وفي حاجات لازم تكون بشكل مدفوع لانها بتاخد مننا مجهود. انا ودكتور اسماء وده شغلنا في الاخر، بتاخد مننا مجهود وبتاخد مننا تكلفه في اعدادها، فلازم وبيبقى في متابعه معاكم، فلازم تكون في حاجات مدفوعه. بس طول الوقت بنحاول ننزل مره خصم، يعني نعمل عروض بشكل مستمر بحيث كل الاطراف تبقى مستفاده. يعني المدربين يبقوا مستفيدين والمتدربين يبقوا مستفيدين، ودي حاجه اساسيه بالنسبه لنا. فمعاكم لينك الواتساب وفي انتظاركم. وشرفتوني بجد كلكم، ونتفاعل على الجروب بقى. يعني دايما عايزين حاجه في استفسار معين، يعني نساعد بعض كلنا، نتفاعل المحتوى اللي بنزله انا ودكتور اسماء، لان احنا فعلا بنبذل مجهود في المحتوى المجاني اللي بنبعته يعني. وشكرا يا دكتور اسماء جدا، واشوفكم على خير ان شاء العفو. الله. ماشي، السلام عليكم. إن شاء الله. عليكم السلام.